شوف كل هلا قدام الرجال كله محمد رسول الله. والله لو فاز الاهلي المسرح الاتحاد يعطيك 10,000 ريال سعودي. بعيدا عن ال 10,000 اللي انت تدفعهم، بس كان لازم تسأل عن حظوظ النادي الاهلي في البطولات الكبيرة، وان انت يا مشجع اتحاداوي لازم تبقى عارف ان الميركاتو بتاعك حتى الصفقات اللي هي كلاس A بقى ولا ليفل 1 وجايب لي كريم بنزيما. انت جايب واحد في البيك بتاعه ما كانش بيتحرك، كان فينيسيوس جونيور ورودريجو بيساعدوه قلبين الدنيا وتحته مودريتش. فانت لما خدته وهو واخد البالون دور هو جاب اخر حاجة ممكن تتوقعها. فبالتالي انا شايف ان جمهور الاتحاد عشم زيادة قوي وما بصش على النادي الاهلي ولا تاريخ النادي الاهلي. واحنا كمصريين ما ينفعش تهنا، يعني ما ينفعش تطلع تقول طعمية، ما ينفعش تحسسني انك احسن مني. طيب ليه؟ ان انا بخرج افضل حاجة عندي. فانت سخنت النادي الاهلي، ولو كنت عملت كده مع الاتحاد السكندري او المصري او الاسماعيلي او الزمالك او اي فرقة جماهيرية في مصر كنت هتخسر بنسبة 70-80%، ونسبة فوزك كانت هتفضل تقل جدا جدا. كلام في كورة مع احمد نصر. اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالى نتكلم عن شوية فنيات صغيرة جدا في الماتش هي اللي غيرت الدنيا. ابتدى الماتش طبيعي جدا وعادي جدا وحاجة من اللي هي كانت متوقعة لأي حد، يعني نجس النبض ونشوف. زي ما قلت قبل كده في حلقات ان كولر من المدربين اللي بيعرف يذاكر، وحط تحتها 100 خط. نقط قوة النادي الاتحاد هي نص الملعب، تمام؟ واضعف حلقة في النادي الاهلي هي برضو نص الملعب. فلو حبيت تلاعب الاتحاد في نص الملعب وتمسك كرة من عليه وتنقل وتشتغل من القلب وعلى طول دايركت ناحية المهاجم اللي هو كهربا، انت كده بسم الله الرحمن الرحيم انت خسرت. طيب كان الحل البديل لكولر ايه؟ ان هو يشغل اطرافه بشكل اقوى، لان الاعتماد الكلي للنادي الاتحاد ان هو ان يمشي ما بين كانتي وفابينيو وكريم بنزيما، عشان خاطر قال يعني هيخلوا الاطراف بتوع الفرقه المنافسه تضم في الملعب فهم يبختوهم من الاطراف. ويعني طبعا دي يعني خطه فاشله، لان لو نجحه كان زمانهم متصدرين الدوري الاتحاد. بس اوكي، الدوري السعودي سوري. بس اوكي تمام، الموضوع عدى والشوط الاولاني خلص ببيلن، تمام؟ فنقدر نقول ان لما جت الفرصه بقى للاتحاد انه يعوض، والاسطوره كريم بنزيما اللي يعني عليه علامات استفهام كتيره جدا، انا عايز كده حد من جماهير الاتحاد يعد لي كام سبرنت بالكوره او من غير الكوره كريم بنزيما عمله في المباراه. 0. الحاجات دي كان بيعملها في ريال مدريد، ومش هقول لك ان هو كان جراي في ريال مدريد، بس تحركات كريم بنزيما في ريال مدريد ما كانتش عليها سبوت كبير قوي بسبب ان فيه توني كروس، مودريتش، فينيسيوس، رودريجو، فاردي. فمين فاردي ده؟ فالفيردي سوري. المهم ان دول كانوا اللعيبه اللي حواليه هم اللي بيقوموا مراحل الجري، وهو كان بيختار المساحات القريبه جدا في البوكس او يقدر يخرج من بره يعني ينقل هجمه ولا حاجه ويرجع تاني البوكس، الموضوع تمام. هنا في الاتحاد مش زي هناك في الريال، وغير ان الاتحاد كان الميركاتو بتاعه ضعيف جدا. انت جايب كانتي مش في احسن حالاته، جايب فابينيو هو مقدم يعني ليفربول تما كانت اي مقدمه موسم زي الزفت، ما عملوش اي حاجه في انجلترا اساسا ولا في يعني هو بيلعبوا في اليورو دلوقتي. فانت شوف بقى اليوروب ليج ليه دي يعني حاطين على اي حد بيقابلهم دلوقتي. ف
ماذا بعد؟ حتى الفردة الوحيدة اللي كانت ناطقة معاك باظت، اللي هو الواد حمد الله واللي هو احمد حجازي. فالصفقات ومين جوتا اللي انت جايبه ده؟ يعني مين جوتا اللي انت جايبه؟ قال يعني هتنزله قلب بين. طب ما هو لو كان في الخير ما كانش رمى الطير. هو لو كان راجل بيكسب وهيعمل يعني تغير في المباراة كنت انت سيبته في التشكيلة الأساسية. تمام. وبعدين في حاجة لازم نعرفها، محمد هاني ايه اللي بيحصل له في كأس العالم للأندية؟ حسين الشحات ايه اللي بيحصل له في كأس العالم للأندية؟ في حاجة غلط عند اللاعبين دول. في حاجة العيال مجرد نلزق البادج بتاع كأس العالم للأندية بيتحولوا تماما. نقل وضغط وتكملة هجماته وسفنت ورا وقدامه وما في ايه ده، وقف على الكورة ايه يابا ده. الحاجات دي لو بتحصل على مدار موسم الدوري المصري انا ما اعتقدش ان انت لو عملت موسمين في يعني متتاليين بالمستوى ده انت تكمل في مصر اصلا. لا مش تكمل في مصر، انت تروح السعودية او الامارات، لا انت ما تكملش، انت في اوروبا. لان من النادر انك تلاقي لاعب افريقي بيلعب جوه افريقيا بيقوم بالادوار اللي انتوا بتعملوها دي. نرجع بس تاني عشان انا بتلخبط شويه، احنا خلينا في الاتحاد دلوقتي. فطبعا كريم بنزيما في البيلن اللي جابه اللي حطه برعونه وحطه بتناكه، ويعني محمد الشناوي ما ينفعش ان انت تتعامل معاه كده. محمد الشناوي على فكره بيغلط غلطات مش كارثويه، ده غلطات اللي هي بتاعت الف ب حراسه، وبيغلط عادي. بس تيجي قدام الماتشات الكبيره تمام واتفرج على محمد الشناوي. الماتشات الكبيره بعيدا عن الماتشات الكبيره بتاعت سان داونز عشان هو ما بيبقاش موجود في سان داونز، بس هو في كاس العالم مع منتخب مصر قدم مان اوف ذا ماتش في ماتش الاورجواي. ماتش قوي، ماتش قوي. عامه لازم تبقوا يعني اي حد غير مصري بيتفرج عليه لازم تبقى عارف ان المصري قدام الماتشات الكبيره بيطلع اخر حاجه عنده، اخر حاجه عنده. الفرق الصغيره بتغلب الزمالك والاهلي وبتخرجهم من البطولات بسبب النقطه دي. حرس الحدود خد السوبر من الاهلي بسبب ان الاهلي فالحافز ان انت تكسب البطوله والحافز ان انت تكسب الاهلي كبيره. نفس الكلام الفرق اللي خرجت من الزمالك قبل كده من الكاس برضو هو الحافز ان انت تكسب والحافز الاكبر انك خرجت مين. فانت دلوقتي جاي لي بالاتحاد مش بالاتحاد السعودي اللي بيصرف، لا انت جاي لي بالاتحاد السعودي بتاع كريم بنزيما وبتاع كانتي وبتاع فابينيو، الثلاثه اللي هم جامدين جدا، وجاي لي ناس من اوروبا. طب تمام انا هوريك ان انا احسن من الناس ديت والناس دي العب عليها افضل منك وهكسب، وبرضه ده حصل. فخلينا متفقين ان لما كريم بنزيما داخل يحط البلن في الشناوي، هو بالمناسبه كريم بنزيما ما ضيعهاش، هو الشناوي اللي صدها. يعني خلينا متفقين في دي عشان ندي كل حد حقه. الكره دي ما ضاعتش، الكره دي اتشاطت في محيط الجون اللي صدها الحارس. فانا شايف ان نقطه ومن اول السطر والاتحاد يبتدي من جديد، لان الموسم ده اولا انت مش هتاخد منه حاجه، خلاص انت بخ الموسم ده. ثانيا حاول على قد ما تقدر انك تتخلص من الناس اللي ملهاش لازمه في الفرقه. لعيبه كتيره قوي في الاتحاد ملهاش، انا مش شايف انها يا نهار ابيض ده اغلى لاعب في الاهلي بياخد 3 مليون دولار، ده اعلى لاعب في الاهلي. النتيجه تخلص بالفرق، مش يكسب واحد مش يكسب اتنين، فرق. ففي حاجه غلط. القيمه الماديه الفلوس مش رايحه في حته في دنيتها. ده حتى التحديات بتاعت الدوري السعودي هي المفروض اقوى من التحديات اللي بيمر بيها النادي الاهلي. يعني مع احترامي لكل يعني فرق مصر، هو الاهلي يوم ما بيقابل فرق قويه بتبقى الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، ويعني كام شويه فرقه تانية بتنكش معاه زي المصري، الاسماعيلي. لكن انت عندك بتقابل نجوم قويه بمدربين، مدارس، بتحديات وجمهور وضغوطات وفلوس في كوكبه وفي منافسه حقيقيه في الدوري السعودي تخلي اي فرقه ضعيفه تبقى قويه. فلما تيجي انت من التحديات القويه بتاعتك دي وتيجي بالقوه الغارمه بالماديه والجماهيريه وغير ان الارض بتاعتك على ملعبك،
وتخسر بفارق، يبقى لازم نقطة ومن أول السطر ونبتدي نشوف الخلل فين. ما ينفعش خالص إن الاتحاد يبقى مستني حاجة من الفرقة دي. الاتحاد عمل بالظبط زي الزمالك، صفقة أسلحة فاسدة، صفقات جديدة جاية إنها تكمل ما يمكن إنقاذه من الموسم الماضي. زي ما الزمالك خد الدوري يعني بفرقة يعني ممكن تقول مستواها متوسط مع شويه ناشئين، فانت جاي فرقه تانية بحيث انها تكون اقوى من الموجود عشان تحافظ او تكمل. لقيت ان الفرق اللعيبه كلها زفت، مفيش منتج. ده اللي بالظبط الاتحاد عمله، لعيبه كلها اسماء ومستويات قويه بس التوليفه غلط. التوليفه غلط. انت محتاج لك هافين اقوياء او على الاقل واحد يقدر يكون مكنه اهداف، مش كريم بنزيما. مش كريم بنزيما. بص، كريم بنزيما من الناس اللي هي عامله زي ليفاندوسكي، اللعيبه اللي هي لو جوه منظومه تنجح، لكن هو لوحده منظومه لا. يعني هاري كين، كيليان امبابي، كريستيانو رونالدو، ميسي، نيمار، حتى دي ماريا، مسعود اوزيل، كل دي كانت ليها مدرستها الخاصه بتاعتها اللي بتعرف تلعب بيها في اي حته. لكن كريم بنزيما بينجح جوه منظومه ناجحه بينجح. طيب هو الريال لما كان بيقع وفي وجود معاه كريستيانو رونالدو وجاريث بيل، هل كريم بنزيما كان بيظهر؟ لا. طيب الريال لما كان معاه كل النجوم اللي هي صغيره دي مع زيدان، هل كان بيصغر؟ لا. لما جه انشيلوتي بقى عمل منظومه وقدر يستخدم افضل نسخه عند مودريتش، وقدر يستخدم افضل نسخه عند توني كروس، وابتدى كمان يدعم بالصغيرين، وحتى الشباب اللي هو زي فينيسيوس ورودريجو، قدر يخلق منظومه قويه عرف يظبط بيها التروس. ظهر كريم بنزيما. لكن غير كده لا، غير كده لا. وهو كمان كابتن وقائد فريق الاتحاد، هو لا يصلح انه يبقى كابتن. هو لا يصلح انه يبقى كابتن. فانا مش عارف، انا ابتديت احس ان انا مشخصنها مع كريم بنزيما، بس انا مش شايف ان كريم بنزيما ان يتقال عليه صفقه من الليفل 1 او من كلاس A او من الجو التعبان اللي بيتقال ده. انا شايف ان كريم بنزيما لعيب كويس جدا، لعيب كان ممكن يعتزل لو ما كانش راح الاتحاد، فالاتحاد اتعاقد معاه وخلاص. لكن هو مش مفيد اطلاقا، هو مش صفقه سوبر، هو مش يعني مش شايف ان هو وسط المجموعه كان ممكن يبقى بنزيما فارق فعلا لو كل النجوم اللي في الدوري السعودي دي مش موجوده. يعني لو ولا فيرمينيو بقى ولا محرز ولا كريستيانو رونالدو ولا ماني حتى. يعني انا كان شايف ان هو قوي جدا في المنافسه مع تاليسكا، ان ما كانش تاليسكا ممكن يكون افضل منه. فنقدر نقول هارد لك الاتحاد والجمهور السعودي، ولازم تتعلموا من الموضوع ده كويس جدا ان المصريين ما ينفعش تتحداهم. يعني انت رحت يعني ماتش في السعوديه تحس انه في مصر. فيعني احنا القرب الشعبي او القرب العروبي او الحب المتبادل ما بين مصر والسعوديه مخلي ان في مصريين كتير جدا في السعوديه، فبالتالي الماتش في السعوديه وكانه هنا في القاهره، ما فيش اي حاجه. هتلاقي الجمهور برضو موجود في كل حته وبيشجع بقوه كبيره جدا وحماس، وكأن دول اساسا يعني الاهلي بيلعب كل يوم في المكان. فبالتالي يعني ماتش كان سيء بالنسبه للاتحاد، ماتش كان كويس جدا بالنسبه للاهلي والاهلاويه. كانت توقعاتي ان الاتحاد يكسب، بس يعني لقيت ان الاهلي قدر يعكس كل التوقعات زي كل مره. اي حد بيتاكد ان الاهلي هيخسر، يعني ما خسرش قصدي ما كسبش في الدقيقه 90 فبيكسب بدري ويوريك ان لا انت في حته تانية خالص بعيد عن التوقعات الحقيقيه. اعمل بقى لايك للفيديو وسبسكرايب واشترك في القناه وفعل بقى زر الجرس. كان معاكم احمد نصر، الى اللقاء.